متواجدون الآن بغابة سبكتور التابعة إقليميا لدائرة عين البرد من أجل إخماد حريق غابة المندلع منذ أمسية البارحة، حيث ولصعوبة أو الظروف المناخية الصعبة وكذلك المسلك لعدم توفر مسالك لإخماد الحريق، فقد استدعى الأمر تطلب تدخل طائرات الحماية المدنية والتي تكمن في طائرتين. لحد ساعة العملية متواصلة في الإخماد، وعليه فقد سطرت الحماية المدنية لولاية بلعباس تعداد بشري ضم أكثر من 70 عون تدخلات بمختلف الرتب، إضافة إلى تعداد مادي قدر ب 12 شاحنة إطفاء بمختلف الأوزان. والعملية تتم بحضور السلطات المحلية والعسكرية، وعلى رأسها السيد والي ولاية بلعباس، وتحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية لولاية بلعباس.